البنات عندي مغلبني ومطلعين عيني، الناس كلها بتفطر جبن، بيض، فول وطعمية، شاي بلبن. احنا بقى الوضع عندنا مختلف تماما. هم اصلا اغلب انواع الجبن مش بيحبوها، والفول والطعمية ملهمش تقل عليه، اللبن ما يعرفوش عنه حاجة، والبيض يعني لازم ياكلوه بطريقة معينة، يعني مش بيضة مسلوقة كده وخلاص، لا يعني لازم يبقى ايه، معمول ايه، يا بخلطة يا مش المهم يعني طريقة كده يعني تغلب اصلا. وكمان مش كل يوم، يعني ده كل فين وفين. فطبعا انا ببقى محتارة، مش عارفة افطرهم ايه ولا اعشيهم ايه. في العشاء ممكن شوية يبقى في سنة بدائل متاحة، يعني ممكن مثلا ايه، يحمروا شوية بطاطس، ممكن لو في مثلا باقي اكل من الغدا، شويه مكرونه كده، يعني مش شرط يكون في لحمه وفراخ، شويه مكرونه بصلصه كده فاضلين ياكلوهم، شويه رز وخضار. فيعني العشاء اوقات كده يعني امره بيمشي، لكن الفطار بصراحه لا، الموضوع بقى صعب جدا 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 بالنسبه لي، وبجد مش عارفه اعمل ايه، بحاول اشوف بدايل على قد ما اقدر. فقلت اعمل لهم شويه كريم كراميل، يعني اهو احسن من مفيش. يعني لما ياخدوا لهم طبق كده في الفطار او في العشاء، احسن ما يقعدوا من غير اكل، لان اوقات فعلا فعلا عايزه اقول لكم ان هم ممكن يقوموا من النوم ما يفطروش ويستنوا يتغدوا على طول، بسبب ان هم ولا حاجه عجباهم ولا حاجه جايه على نفسهم وعلى هواهم. وطبعا دي حاجه غلط جدا، وانا مش عارفه اللي حاصل ده حاصل ليه اساسا. والموضوع بقى بيزيد وبيأفور، يعني لو كان في حاجات بياكلوها من مده بطلوا ياكلوها دلوقتي خالص. ليه؟ معرفش. فانا مش عارفه بصراحه ايه ممكن يبقى في بقى بدائل للفطار غير الكريم كراميل. اوقات طبعا بعمل كيكه مثلا، فياخدوا كيكه وملهمش في الشاي بلبن، فقلت ادخل لهم اللبن كده في الكريم كراميل عشان على الاقل جسمهم يستفاد. هما ممكن اللبن يشربوه بقى مثلا في عصير جوافه، عصير فراوله، حتى الكورن فليكس ما بياكلهوش. فانا بصراحه يعني غلطت بجد ومحتاره، ومش عارفه هل ده وضع طبيعي، يعني كل البنات كده والولاد دلوقتي في السن ده بيبقوا متعبين كده، ويعني متقلبين المزاج ومفيش حاجه عاجباهم، ولا الوضع عندي غريب، ولا ايه النظام؟ بصراحه يعني انا نفسي افهم.